دي انا عايزه دي صوبة زينب. هي ده عبارة عن بتعب شوكولاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله أنا قلت يوم مختلف كده، رحت علشان أزور والدتي. طبعا أنا متجوزة في بلد غير البلد اللي هي عايشة فيها، فقلت كده أخد لها شوية حلويات كده وأنا رايحة. فتنا على فرسكور، جبنا شوية الحلويات اللي انت شفتها في الأول ديت. وبعدين هي دي بقى والدتي، هي زي ما انتوا شايفين كده كانت قاعدة بتخيط على المكنة كده واحنا رايحين، ودخلنا عليها كده وفرحناها. صلة الرحم دي حاجة جميلة جدا، وبالذات لو والدتك أو والدك موجودين، وتحاول ان انت تبر بيهم وتروحي لهم كده وتزورهم من وقت للتاني، تبقى حاجة كويسة جدا. وهي مشاغل الحياة هي اللي بتخلي الواحد يأثر شوية، بس ربنا يبارك لنا فيهم ويخليهم لنا. طبعا هي عندها المكنة اللي هي اللي قدامكم دي، اللي هي المكنة السنجر القديمة دي. المكنة دي هي معتزة بيها جدا، يعني هي والدتي دلوقتي عندها 62 سنة، المكنة دي عندها بقالها أكتر من 50 سنة. يعني هي كانت قالت لي إن هي اشترتها وهي بتتعلم الخياطة وعندها تقريبا 9 سنين 10 سنين، يعني ما كملتهمش كمان. فربنا يبارك لنا فيهم يا رب. انا قلت اما اوريكم كده اليوم بتاعنا هناك. يعني دي اوضه الفرن اهيت. طبعا اوضه بقى هي عاملاها، حاطه فيها الفرن والمطارح وكل حاجه الخبيز والحاجات ديت، لان الناس بتوع زمان دول بيحبوا ان هم يخبزوا، يعملوا كمك بلبن، يعملوا عيش. وطبعا دي الغسالة بقى البراميل القديمة دي معتزية بحاجتها القديمة، ما بتفرطش فيها يعني. وهي يعني والدتي يعني منظمة جدا، بتخلي كل حاجة عندها ممكن سنين طويلة. الحاجة نفسها هي اللي عندها، يعني خلاطها ده من وانا صغيرة موجود، الفرن ده من وانا في اولى اعدادي. يعني انا دلوقتي عندي 42 سنة، الفرن ده وانا عندي 11 سنة او 10 سنين. فكل حاجة في مكانها كده، بتحافظ عليها تغطيها. هي عشان هي خياطة وتحب تعمل لكل حاجة كسوة كده. كانت زمان دايما لازم تكون عاملة للتلفزيون والتسجيل الكسوة بتاعته تغطيها. بنتي كانت ماسكة كده المطرحة، بتقول لي يعني انا بتعمل ايه بالمطرحة ديت؟ بتحط عليها سمك. ايوه، هي والدتي من النوع اللي هي بترص السمك على المطرحة وتحطه في الفرن بنظام. هي كانت بتعمل لنا الغدا، هي فراخ وبطاطس. بنت طبعا واقفة بقى في البلكونة كده بتلعب مع ابن خالها اهوت. طبعا دي فرصة ان الاولاد بيعرفوا بعضهم. لو انت بقى بتزوري اهلك كل فترة وكده، ان لو لك اخ وليه اولاد او لك اخت ولها اولاد، يتعرفوا على بعض ويقعدوا مع بعض. دي صلة ارحام، ويكبروا وهم عارفين ان لازم يكون في صلة رحم وزيارات عائلية وكده. بعد كده بقى ناخد جولة كده بره في الجنينة. هي والدتي زرعة جنينة جنبها كده. الجنينة دي عاملة فيها شجر بقى ليمون ولوف، وعاملة شجر تين وجوافة. هي بتحب هي تعمل حاجتها بإيدها كده، وتلاقيها زرعة جرجير وكزبرة وتلاقيها بتاخد بقى ايه زرع ايديها كده وتاكل منه. وطبعا في ناس بتحب تتفرج يعني على البيوت القديمة بتاعت زمان والحاجات ديت. فانا وانا هناك يعني ما كنتش هعمل روتين اكل ولا حاجة، بس انا قلت ايه اما اصور شوية الحاجات القديمة بتاعتنا بتاعت زمان ديت. يعني شايفين البلاط طبعا اللي انت شايفينه على الارض ده، البلاط ده كل بيوتنا زمان كانت معمولة منه. يعني لو انتوا تيجوا تلاحظوا، انا حتى سلطت الكاميرا على البلاط عشان تشوفوا شكل البلاط بتاع زمان، لان اكتر البيوت شالت البلاط ده وعملت مكانه سيراميك. ف يعني البلاط ده مش موجود الا في بيوت العيلة بس. بصوا كده الجنينة اهي، عاملة هي فيها ايه شجر كتير كده جنبها، وبتاخد منه بقى بتاكل. يعني مثلا تلاقي زرعة طماطم، زرعة تين، جوافة، ليمون، حاجات من ديت. بتستغل بقى هي الجنينة ديت ان هي تاخد منها حاجات للأكل وتدي بقى للجيران، والحاجات ديت بتبقى حاجات جميلة كده يعني.
ربنا يبارك لكل واحد في والدته لو موجودة، وربنا يرحم أمهاتكم لو حد فيهم متوفي يعني. شكل الجنينة بقى كده. طبعا دي بقى في الصيف بقى تلاقيها ايه جايبة أكسجين نقي بقى ونظافة يعني. ومسكنا كده البلكونة كده كنا بنمسحها علشان خاطر هنجيب بقى الغدا من جوه ونقعد كده أكنه ده التراث بقى اللي هنقعد فيه يعني. قاعدة جميلة جدا، هي البلكونة واسعة أوي اهي، وداخلة هي بقى على البلكونة نفسها، داخلة على أوضة المكنة الخياطة اهي. طبعا أدوات الخياطة كلها هي عاملة أوضة أصلا للمكنة، على أساس لو حد جالها يعني يظبط حاجة على المكنة ولا كده يبقى في الأوضة المنفصلة عن الشقة من جوه. ده المكن ده بقى بتاع زمان الحلو ده، مهما يطلع بعد كده مكن ما يعني يقولك ما هوش مالي عينها خالص. كل ما اجي اقول لها هاتلك مكنه جديده بقى من اللي هي الحاجات الجديده اللي طالعه بتاعت العراوي والحاجات دي، تقول لي ما اعرفش استعمل الا مكانتي بصراحه. فبصراحه القعده هناك جميله، وحتى لو هي مش جميله كفايه إن الواحد بيقعد يستعيد ذكرياته بقى. تقعد تقول بقى الركن ده انا كنت بعمل فيه كذا، الركن ده انا كنت بلعب فيه مع اخويا او مع اختي او اي حاجه، دي لوحدها جميلة. هو أي بيوتنا أصلا بيوت أهالينا زمان حتى لو مش مشطبة تشطيب عالي زي شققنا، أو فيها إمكانيات زي الإمكانيات اللي في شققنا، برضو بيبقى لها وضع تاني يعني. برضو بيبقى لها يعني ايه شوقة كده ان انت رايحة تزوري اهلك او تزوري اخواتك او تزوري والدتك. ربنا يجعل بيوتنا كلها عمرانة بأبهاتنا وأمهاتنا يعني لو موجودين. هي كده هي الزرعة بقى اللي هي ايه بتزرعه، على فكرة بتعتني بالجنينة دي بإيديها يعني. هي متجيبش حد يشوفها، لا هي آه على طول تركب الخرطوم وتسقيها وتخرج تراعيها وتنضفها وكده. ربنا يديها الصحة يا رب ويشفيها هي وكل أمهاتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. في الوقت ده بقى احنا كنا بنجهز خلاص الغدا جوه خلاص بيتحمر في الفرن، ومسحنا خلاص مكان ما هنقعد كده في البلكونة. ندخل بقى نجيب الأكل من جوه. أنا ما صورتش الأكل بصراحة وهو بنطبخه يعني حاجات عادية، لأن زي ما انتوا عارفين ان اهالينا بتوع زمان دول ميحبوش الحاجات اللي هي النواشف والحاجات دي. فهي كانت عاملة لنا الفراخ شوربة عادي، وصينية بطاطس عادية، ورز بشعرية. فكان الأكل تقليدي خالص يعني. فأنا صورته بس هو بيتحمر كده في الفرن، حتى ما صورتش واحنا بنغرفه ولا حاجة. هو ده الأكل. احنا طبعا احنا أسرة صغيرة يعني، ما احناش هي والدتي بس يعني اللي موجودة في البيت هناك، وانا اخدت اولادي يعني ورحنا هناك. فالحاجات بسيطة يعني مش حاجات كبيرة ولا حاجة، ما احناش عيلة كبيرة قوي يعني. كده يا دوب الحاجة على قدنا كده. ووقفت بقى ايه بعد الغدا بقى شطبنا الحوض، ورتبت بقى الحاجة كده. كنت هقف بقى ارتب المواعين كده. طبعا رشقات زمان بقى والبهارات بتاعت زمان، رشقت البهارات كمان اهي. قلت ايه اصور لكم الحاجات بتاعت زمان ديت. ومسكنا بقى مكان ما قعدنا نضفنا ومسحنا، خلينا الحتة كده زي الفل. ومبسوطة جدا ان انا معاكم. اشتركوا معايا في القناة وتصبحوا على خير.